السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في الحلقة الأولى من السلسلة اللي هنخصصها معاكم إن شاء الله لتلخيص الكتب. في السلسلة دي هنختار مجموعة من الكتب الفكرية والتاريخية وهنعرضها لكم بشكل مختصر ولكنه في نفس الوقت غير مخل. الهدف من التلخيص مش هيكون التلخيص في حد ذاته، إنما تسليط الضوء على الأفكار الرئيسية الموجودة في الكتاب، بحيث إننا ندي لكم خلاصة الكتاب والهدف منه والمواضيع الرئيسة اللي بيطرحها الكتاب، يعني كنوع من التسهيل على الناس اللي ما عندهمش وقت للقراءة، ويمكن دي تكون وسيلة انها تشجع الناس على القراءة اكتر واكتر. فخلونا نبدأ معاكم باول كتاب وهو كتاب مسلكيات للدكتور ابراهيم السكران. اخترت الكتاب لانه كتاب بسيط وسهل وفي نفس الوقت بيتكلم عن مجموعه من الافكار والسلوكيات المحوريه والاساسيه لبناء الشخصيه المسلمه الفاعله والمنتجه. السلوكيات والافكار دي الكاتب شايفها من وجهه نظره واللي انا متفق معاه فيها انها هي السبب الرئيسي في تميز وابداع جيل الصحابه والتابعين وغيرهم من السلف. عشان كده الكتاب هتلاقيه مليان بالامثله والنماذج المختلفه اللي ذكرها الكاتب لتاكيد مدى اهميه الافكار اللي هو بيعرضها، وفي نفس الوقت عشان يرفع بيها الهمم ويعرفنا قد ايه الافكار اللي هو بيعرضها كفيله انها تصنع منك عظيم من عظماء التاريخ. فخلونا ما نطولش في المقدمه اكتر من كده ونبدا معاكم على طول بالفكره الاولى في الكتاب واللي بتتكلم عن حاجه اسمها جسر التعب. بيبدا الكاتب الفكره دي بمثل حي كلنا تقريبا بنعيش فيه، وهو ان احنا كلنا في اول سنه بنبدا نحط الخطط بتاعتنا والاحلام اللي نفسنا نحققها في السنه دي، وسنه ورا سنه ورا سنه بتعدي السنين وما بنعملش اي حاجه من الخطط بتاعتنا. يا ترى ايه السبب في الموضوع ده؟ هل السبب فينا احنا ولا السبب في الظروف والزمن وغيرها؟ الحقيقه ان السبب الرئيسي في المشكله دي ان كتير مننا متخيل انه مجرد ما يكتب الخطه بتاعته هو خلاص كده نفذها من غير ما يتعب، وان اهدافه وامانيه هتتحقق من تلقاء نفسها. وهنا بيوصف الكاتب حالنا مع الخطط بتاعتنا فبيقول ان الخطط بتاعتنا موجوده في الصخور ولكن اقدامنا ما زالت ناعمه، وعشان نوصل للهدف بتاعنا لازم نمشي في وسط الصخور دي ورجلنا تتشقق من التعب والمشقه والالم لحد ما نوصل لاهدافنا. كمان اعمالك العظيمه واهدافك اللي نفسك تحققها مش هتتحقق وانت نايم وعايش حياتك بالطول والعرض، لازم تتعب وتتكبد المشاق عشان توصل لهدفك. وهنا بيضيف الكاتب عباره بلاغه ثانيه وهي ان طموحاتك الكبرى لن تتحقق حتى تمسح العرق بيد ترتعش من التعب. وبيكمل ان اكبر مشكله بتقابلنا في التربيه مش نقص المعرفه، كتير مننا عنده معرفه وعنده معلومات وقارئ كتب كتير جدا، مشكلتنا الرئيسيه هي نقص الجديه. كلنا عايزين ننجح ونوصل لاعلى درجات العلم ونبقى من العظماء اللي سطروا اسمائهم في صفحات التاريخ، لكننا في نفس الوقت غير جادين في الامنيه دي. احلم زي ما انت عايز وقول انك نفسك تبقى زي الصحابه والتابعين والناس اللي اثروا في تاريخ الامه، ولكن طول ما انت ما بتاخدش خطوات جاده وما بتتعبش نفسك للوصول لكده عمرك ما هتوصل، لان مفيش نتائج من غير مقدمات. ولو بحثت عن الناس اللي ابدعوا وتميزوا وحفروا اسمهم على صخرة التاريخ هتلاقي اكبر متضرر في حياتهم هو الطعام والشراب والنوم وغيرها من المتع الدنيوية اللي سابوها وضحوا بيها في مقابل ان هم ينتجوا وينجزوا ويحققوا اعمال عظيمة. وخلونا نختم معاكم الفكرة دي بمجموعة امثلة ذكرها الكاتب عشان يوضح بيها الفكرة للقارئ اكتر واكتر. الامام مسلم لما انتهى من صحيحه واللي بيعتبر اصح كتاب بعد حديث البخاري قال مقولة شهيرة نقلها عن شيخه ابن كثير واصبحت بعد كده قاعده عامه للعلماء والعظماء. المقوله دي هي العلم لا يستطاع براحه الجسد، كل ما كان تعبك اكبر كل ما كان تحصيلك اكتر واكتر. المثل الثاني بقى لابن القيم بيقول في مقوله من مقولاته البليغه الكمالات كلها لا تنال الا بحظ من المشقه ولا يعبر عليها الا على جسر التعب. وبيقول في مقوله مشابهه هيهات ما وصل قوم الى المنزل ولا عبروا الى مقر الراحه الا على جسر التعب. وبيكمل ابن تيميه توضيح المعنى ده فبيقول عن إبراهيم الحربي أجمع علماء الأمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. نعيم العلم والأثر وإنك تكون من العظماء في الدنيا والآخرة عمرك ما هتوصل ليه وانت منعم في الدنيا وعايش حياتك بالطول والعرض وما بتبذلش اي مجهود. وزي ما كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الجنه واللي هي اعظم غايه لنا كلنا محفوفه بالمكاره، وبالتالي وصولك لاهدافك واحلامك مش هيكون الا بالصبر على المكاره. وعشان تصبر لازم تكون عارف ان نهايه الصبر والتعب ده خير عظيم، زي ما بيقول ابن القيم من تلمح فجر الاجر هان عليه مشقة التكليف. دي كانت الفكرة الأولى، وخلونا ندخل معاكم على الفكرة الثانية للكتاب واللي بيتكلم فيها الكاتب عن معنى خطير جدا كتير مننا بيعيشه وهو مش واخد باله، وهي أزمة المترقب. بيتكلم الكاتب في الفكرة دي عن الشخص اللي بيقضي طول حياته كلها في صفوف المتفرجين، طول الوقت في ترقب، بيشوف العلماء والناس اللي أنتجوا وألفوا وقدموا للأمة أعمال عظيمة وجليلة ونفسه يبقى زيهم، لكنه واقف في مكانه ما بيتحركش وما بياخدش اي خطوه ايجابيه عشان يتحول من صفوف المتفرجين لصفوف العاملين الفاعلين. بيبدا يتحمس مع اي تحفيز ويقول لك خلاص انا لازم اعمل الحاجه دي، ويبدا فعلا يتحرك، لكن فجاه تلاقيه وقف
ورجع لنقطة الصفر مرة تانية وخد مكانه بين المشاهدين والمتفرجين من جديد. مشكلة المترقب الرئيسية هي ترحيل المهام أو زي ما بنسميه التسويف. دايما بيأجل الأعمال وبيبرر لنفسه بقى لما أدخل ثانوي، بعد كده لما أدخل الجامعة، طب استنى ما أتجوز، طب بعد ما أخلف، طب كذا كذا، وفجأة بيعدي بيه قطار العمر وهو واقف في مكانه ومتخيل إنه هو هيجي اليوم اللي هيحقق فيه كل أهدافه ويعمل فيه اللي عايزه. وهنا الكاتب بيعلق على الحالة دي بأن الشخص المترقب مش بيأجل لأنه مشغول أو عنده أعمال أهم، هو بيأجل لأنه بيهرب من الواقع، لأن الأعمال العظيمة بتحتاج مجهود وألم وتضحية ومواصلة العمل بالليل والنهار، وبالتالي فهو بيهرب لملهيات تانية ممكن ما تكونش جذابة ولكنها بتديله الفرصة إنه يهرب من المهام الصعبة على نفسه. وبيضيف كمان إن كل إنسان عنده فترة ذهبية في عمره، وهي الفترة اللي بيكون عنده فيها أكبر قدر من الطاقة للعطاء، واللي غالبا هي فترة الشباب. وكونك بقى تعيش حالة المترقب في الفترة دي فده أخطر حاجة، لأن الفترة دي هي أشد فتراتك اللي تقدر تنتج فيها، فلو ضاعت منك فأنت هتبقى خلاص ضيعت أهم مرحلة في عمرك وهي المرحلة الذهبية. وبالتأكيد لو ما بدأتش إنتاجك وتحقيق حلمك وأنت في المرحلة دي هيكون صعب جدا إنك تحققه بعد كده. وزي ما بيقول الكاتب: أي غبن أن تبدأ معركة بعد أن تخور قواك. خليك عارف إن حياتك مش ساكنة ولا ثابتة، حياتك هي رصيد زمني، وكل لحظة بتعدي بتسحب من الرصيد ده لحد ما يخلص عمرك بموتك، وساعتها هتندم على كل لحظة ضيعتها وعلى كل لحظة وقفت تترقب فيها وتشاهد من غير ما يكون ليك أي فعل إيجابي. وهنا نقدر نلخص معنى الترقب بمعنى تاني قاله سيدنا عمر بن الخطاب، وهو السبهللة، يعني شخص عايش كده وخلاص، رايح مع الرايحين وجاي مع الجايين، ما عندوش غاية عايز يوصل ليها ولا حلم بيتحرك عشان يحققه. بيقول سيدنا عمر عن الحالة دي: إني لأكره الرجل يمشي سبهللا لا في أمر الآخرة ولا في أمر الدنيا. وبيردد ابن مسعود نفس المعنى فبيقول: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وخلونا نختم معاكم الفكرة بالسبب الرئيسي لحالة الترقب والسبهللة. لو تتبعنا الناس اللي بيعيشوا الحالة دي، وغالبا كتير مننا منهم، هتلاقي انهم بيشتركوا في صفة أساسية ممكن نسميها زي ما الكتاب بيقول التقطع والترحل. ودي من الآخر يعني ما بيكملش حاجة الآخرة، يسمع عن علم معين فيتحمس ليه ويقرر انه يتخصص ليه، فيشمر بقى عن ساعده ويبدأ ياخد خطوات جادة، ولكنه بعد شوية تلاقيه وقف تماما ويبدأ ينتقل لعلم تاني. ودي هي أساس المشكلة، انه ما عندوش صبر على العلم. بيقول بدر الدين ابن جماعة: وكذلك نحذر من الانتقال من علم لعلم من غير موجبة فإنه من علامة الضجر وعدم الفلاح. والخلاصة هنا إن المترقب شخص نفسه فعلا يعمل حاجة لكنه مش عايز يدفع الضريبة من الصبر والتعب والجهد، فبدل ما ياخد الموضوع على محمل الجد بيبدأ يتهرب للملهيات ويدخل في جدال عقيم ويضيع عمره في اللاشيء. فلو كنت من الصنف ده يبقى لازم من دلوقتي تحاول تخرج من الحالة دي فورا وتحدد طريقك بنفسك وتمشي فيه. الفكرة الثالثة والأخيرة اللي هنعرضها معاكم النهاردة وهي فكرة الباس العجز جبة الحكمة. والفكرة دي بيتكلم فيها الكاتب باختصار عن معنى مهم جدا، وهو ان كتير مننا لما بيفشل في مجال من المجالات او علم من العلوم، الطبيعي من الشخص السوي انه يعترف بالفشل وان العلم ده صعب عليه جدا، لكنه مش هو ده اللي بيحصل. فكتير مننا اول ما بيفشل في حاجه بيبدا يبرر لنفسه الفشل او العجز، فيحول العجز من شخصه للحاجه اللي هو فشل فيها. وعلى سبيل المثال مثلا طالب علم بدا يدرس علم الحديث بكل فروعه وجوانبه، ولكنه ما قدرش يتحمل مشقه طلب العلم والحفظ، يقول لك لا خلاص انا هسيب المجال ده لانه مش هو ده المجال اللي انا نفسي فيه، ولان المجال ده مش مهم دلوقتي، ولا مش هو ده الضروري، ويبدا يشوف اي مجال تاني. وهنا بيستغل الكاتب الفكره دي عشان يرسخ لبعض المفاهيم لطلاب العلم، زي الفصل بين حفظ العلم وفهمه. البعض بيحاول يفصل بين فكره حفظ العلم وفهمه، فبعض العلوم تفهم ولا تحفظ، والبعض الاخر يحفظ ولا يفهم. والحقيقه ان الكلام ده مش صحيح. الحفظ والفهم عمليتين متلازمتين مع اي علم. الفهم بيسرع الحفظ والحفظ بيثبت العلم. ومن المغالطات التانية اللي بيقع فيها كتير من طلاب العلم هو الخلط بين حفظ العلم وحفظ المتون، وانه لو حفظ المتون يبقى كده حفظ العلم. وده كمان معنى مغلوط، لان العلم مش بس حفظ المتون ولكن له فروع كتيرة جدا. المغالطة الثالثة وهي ان البعض بيتصور ان الطريق الوحيد لحفظ العلم هو تكرار لفظه، يعني يفضل يردد في الحاجة لحد ما يحفظها. ودي اكيد من الطرق المهمة في الحفظ، ولكنها مش هي الطريق الوحيد. في طرق تانية كتير اسرع وافضل وبتساعد الانسان انه يحفظ بسرعة، زي مدارسة العلم باستمرار ومحاولة شرحه وتوصيله للناس وادمان مطالعته وقراءته وغيرها كتير من الحاجات اللي ممكن تثبت الحفظ اكتر واكتر. بالاضافه انه من المفترض انه يجمع بين حفظ العلم وفهمه وبين اتساع مطالعته للعلوم الاخرى. والخلاصه هنا ان طالب العلم اذا بدا في علم وشعر بصعوبته وانه استحاله يكمل فيه، فده ما يعيبوش، ولكن ما يحاولش انه يشوه صوره العلم ده او يبرر عدم مقدرته بان العلم نفسه ما يستاهلش ان هو يدرسه. فما
تحاولش تداري عجزك في مكان معين بان دي حكمه منك انك تركت هذا العلم وانه العلم مش مهم، واعترف انك مش قد المسؤوليه في العلم ده، وانك تبحث على مكان جديد يلائم قدراتك وامكانياتك. دول كانوا اهم 3 افكار في الكتاب، واللي انا بعتبرهم تقريبا من اهم الافكار اللي بناء عليه اتبنت شخصيات اجيال كتير اثرت في التاريخ. اتمنى ان اكون وفقت في عرض بعض الافكار، وان شاء الله في تكمله لباقي افكار الكتاب قريبا.